مباراة كذلك كبيرة ومنتظرة، مباراة المغرب والبرازيل في نيويورك، في هذه المدينة الجميلة، في هذا المنظر الرائع، منظر خلاب، في درجة حرارة 22 درجة مئوية. إذن أمور مثالية كما نتابع مواجهة وسهرة منتظرة. المنتخب المغربي رابع العالم يواجه صاحب ال5 ألقاب منتخب البرازيل في ملعب نيويورك نيوجيرسي في أمريكا. مباراة ممتعة، مباراة جميلة، ستتابعونها في تمام الساعة 1 صباحا بتوقيت مكة المكرمة. تفضل عوض. واحدة من المباريات اللي تشغل صراحة الجميع، وهي ممكن تكون يعني أقوى المباريات وأجملها. هذه المباراة بخلاف كل المباريات اللي لعبت، الكل يترقب ينتظر المنتخب المغربي في ظهور جديد في نسخة 2026. 3 مواجهات سابقة ما بين المنتخبين، المنتخب المغربي والمنتخب البرازيلي. الرسمية هي واحدة كانت فيها خسارة للمنتخب المغربي. نتمنى أنه من خلال مباراة اليوم بالظهور الجديد لمحمد وهبي انه المنتخب المغربي العربي يعني يحسن باذن الله. هذا ما نتمنى. بدر، والله مباراة للتاريخ انا في اعتقادي، لانه اولا المباراة للتاريخ، ثم ايضا هي واحدة من اجمل مباريات دور المجموعات، ما في ادنى شك. والارقام والمعطيات تقول ذلك. اولا المنتخب المغربي رابع العالم في نسخه قطر، المنتخب البرازيلي على صدره 5 نجمات، المنتخب البرازيلي سادس ترتيب المنتخبات العالميه، والمنتخب المغربي سابع المنتخبات العالميه. لن تجد في دور المواجهات او دور المجموعات. نتكلم بصراحه، متفائل اليوم. مواجهه صعبه عنوناها في البدايه. المغرب والبرازيل لا شيء مستحيل. بالطبع. لماذا قلت لا شيء مستحيل؟ لان المغرب لو حقق الفوز سيكون يا سيدي الكريم اول فوز يتحقق على منتخب برازيلي بالنسبه للمنتخبات العربيه، ثم غيكون اول فوز يحققه المنتخب المغربي في افتتاحياته للمونديال. الجماهير المغربيه دائما ما تكون مميزه، لها دور كبير وحاضره في نيويورك. أكيد. نتابع هذه الاجواء المميزه مع الجماهير المغربيه بشكل خاص والجماهير العربيه بشكل عام. في التايم سكوير رددت سير سير سير، هكذا تردد الجماهير المغربيه. رايك؟ وهذه العباره يعني منذ قطر 2022 وهي تواكب، وان شاء الله تستمر الليله، وان شاء الله تستمر. هذا ما نتمنى. لأنه سير الى المجد، سير الى تحقيق ما يتمناه المغاربه ويتمنى كل العرب. المنتخب المغربي ان شاء الله يحقق نتيجه طيبه. البرازيلي، المنتخب المغربي امام مباراه قويه صعبه، لو أن المنتخب البرازيلي ليس مع كارلو أنشيلوتي بالضبط، ولكن ليس بتلك القوه مثل قبل. يعني المنتخب البرازيلي ما زال يبحث عن نفسه، غائب يعني من 2002 عن التتويج العالمي. وانا فرحت أن المنتخب المغربي سيلعب مباراته الاولى امام البرازيل. قل لي ليش؟ لأن المنتخب المغربي سيدخل هذه البطوله ليس كمنتخب سيفعل المفاجأة. هذه المرة الناس قريت له حسابه، يعني واخذة كل احتياطاتها. بما أن المنتخب المغربي وربما الثقة من اللاعبين أنه احنا كنا رابعين وربما سنقدم مستوى وقادرين ننتصر. المنتخب المغربي كي يواجه المنتخب البرازيلي سيركز،
لانه امام منتخب قوي. تصور المنتخب المغربي لا قدر الله المباراه الاولى كانت امام اسكتلندا ولا هايتي واستسهل نوعا ما وكانت خيبه الامل، ستكون مشكله. لكن سيبدا البطوله امام منتخب برازيلي مركز، والجماهير شوف الجماهير باجواءها جميله، الصغار والكبار والتركيز والتشجيع، ونعلم اهميه واسم كاس العالم للبرازيليين. بالضبط، يعني انا هذه النقطه اللي حبيت ان اركز عليها، انه كي تلعب منتخب قوي مش تركز، التركيز مهم للاعب. لو كان منتخب اقل، منتخب المغربي سيعتقد انه انا رابع عالمي والاسكتلندا وهايتي سهلين. فهذا التركيز اللي انا نطلبه في اللاعبين المغاربه. ان شاء الله منتخب المغرب في كل الحالات مهما كانت النتيجه اللي نتمناه ان تكون ايجابيه، انه راهو مباراه هايتي ومباراه اسكتلندا مازالوا، وانت يا منتخب يا مغرب يا اسود الاطلس ستكون بحول الله اقل واقل الثاني. هذا اللي يلزم اللاعبين يركزوا فيه. جميل. اشرف حكيمي ذكر سنقدم كل شيء من اجل سعاده ومن اجل الكره المغربيه ومن اجل الشعار. صحيح، انا بتفائل باشرف حكيمي تحديدا، اكثر واحد بتفائل فيه المنتخب المغربي. بس انا عايز اقول اذا كان لدى اسود الاطلس ما يخفونه بالفعل قبل هذه البطوله، وهو التعبير اللي اطلقه بدر في الحلقه الاولى، قال في نفسي رغبه اخفيها. اذا كان لديهم ما يخفون فعليهم اظهار ما كانوا يخفونه بدايه من هذه المباراه. لن يجدوا في مرحلة المجموعات وفي الأدوار الأولى أكبر من هذا التحدي لإظهار رغبتهم في الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة، وبدر يعلم ما هي أبعد نقطة ممكنة يتحدث عنها، وهذا ما نتمناه. في المقابل المنتخب البرازيلي كمان إذا أراد أن يعلن، المنتخب البرازيلي ليس من المرشحين الأوائل للفوز باللقب شأن المنتخب الفرنسي أو الإنجليزي، ولكن خبرة لاعبين المنتخب المغربي تواجدوا في الدوريات الأوروبية كذلك ستساهم اليوم. صحيح، بالنسبة للخبرات الكفة متوازنة إلى حد كبير ما بين المنتخبين. المنتخب البرازيلي كمان مطالب بأنه يظهر وجهه الحقيقي، وهذا ما لا نتمناه في هذه المباراة. عوض، في عندك هذه المواجهة تعتمد على كثير من الأمور، لكن دائما تكون مثل المواجهة هذه مواجهة جميلة ممتعة نتمناها المغرب، لكن البرازيل كذلك حاضرة بصورة يريد أن يغير النسخ السابقة. اكيد، ويعني عطفا على ما شاهدناه في المباراه الاخيره للمنتخب البرازيلي امام منتخب مصر، صراحه المنتخب البرازيلي ليس هو بالفريق المخيف ولا بالاسم الكبير. توقعاتك؟ اتوقع التعادل لهذه المباراه. تعادل؟ انت في المباراتين تعادل. التعادل في المباراتين. بدر رايك؟ وكان بدر لا طيب، أنا مؤمن على أن المنتخب المغربي سيقدم مباراة رائعة وكبيرة جدا على غرار المنتخب البرازيلي. يعني لما تستمع لأنشيلوتي، تستمع لفينيسيوس، تستمع لحكيمي الوهبي، الكل يجمع على أن في كل الأحوال مباراة صعبة، لكن ستكون مباراة ممتعة. كارلو أنشيلوتي لا تغلقك؟ لا ابدا ابدا، هو مدرب قوي، مدرب كبير، ولكن مدرب كبير لكن لا اعتقد يحتكم الى نفس الجيل. نحتكم لكلامه قبل هذه المواجهه. الخبير كارلو أنشيلوتي، المغرب لديها ما قد يغلقنا وكذلك تسبب مشاكل للبرازيل. وهناك سؤال ايضا طرح على كارلو أنشيلوتي، هل انت خائف او متخوف من مباراه المغرب؟ قال نعم متخوف، لان طبيعه المنافس تجبرنا. طيب انا بسألك سؤال، خايف من البرازيل؟ انا لا، ليس بالدرجه التي كنت عليها سابقا. يعني خايف؟ لا، الخوف مسؤول. الحين خايف تقول صح؟ لا. ممتاز الخوف مسؤول، لكن ممتاز. ليس بدرجه ممتاز. الخوف التي كنا عليها. نذكر ببقيه المواجهات، مواجهه الساعه 4 صباحا معكم مشاهدينا الكرام. نذكركم في مواجهه هايتي امام اسكتلندا في المجموعه الثالثه الساعه 4 صباحا. وصلنا معكم إلى ختام الكلمة الأخيرة. شكرا بدر الدين الدريسي، شكرا عوض الكباشي، شكرا حسان الشاعري، شكرا صابغ الراوي. الشكر دائما موصول لكم مشاهدي متابعين بين سبورتس. إلى اللقاء.